كان آدم منغمسا في فيلم متأخرا في الليل. المطر ينهمر على النوافذ، قطته ويسكرز تخفو بسلام على الكرسي. فجأة تمض شاشة حاسوبه. نظر آدم منزعجا قليلا إلى الشاشة. استمر الفيلم دون انقطاع. اعتبرها مجرد التقلب في الطاقة. بعد لحظات تومضت الشاشة مرة أخرى. هذه المرة أصبحت سوداء تماما. ثم ظهرت رسالة بأحرف بيضاء صارخة: هل أنت مستعد؟ انحنى آدم إلى الأمام، قلبه يدق بشدة. هل هي مزحة؟ فيروس؟ لم يكن لديه أعداء ولا سبب لأي شخص لاستهدافه. أرسلت الرسالة رعشة في عموده الفقري. حدق في الشاشة وتكونت عقدة من القلق في معدته. انتظر، لكن الرسالة بقيت صارخة وثابتة. أخيرا تغلب الفضول على الخوف، فمد آدم يده نحو لوحة المفاتيح. كتب ببطء، كل ضغطة مفتاح يتردد صداها في الغرفة الصامتة. مستعد لماذا؟ كتب، ومضت الرسالة ثم اختفت. ظلت الشاشة مظلمة للحظة، ثم عادت الرسالة الأصلية للظهور: هل أنت مستعد؟ عبس آدم. كان الأمر أشبه بالتحدث إلى أسطوانة مشروخة. قرر مجاراتها. مستعد لأي شيء، كتب، وأصابعه ترتجف قليلا. لم يكن متأكدا من سبب لعبه معها. صرخ الجزء العقلاني من عقله عليه لإغلاق الكمبيوتر. لكن شيئا ما، ربما غرابة الأمر برمته، أبقته ملتصقا بالشاشة. بدت الغرفة أكثر برودة الآن، والهواء كثيف بالترقب. كان بإمكانه سماع أنفاسه، الضحلة والسريعة. انتظر، ولم يكسر الصمت سوى دقات الساعة الإيقاعية على الحائط. فجأة انطفأت الأنوار وأغرقت الغرفة في الظلام. شتم آدم في نفسه. لا بد أن العاصفة تسببت في انقطاع التيار. تحسس هاتفه وشاشته توفر ضوءا ضئيلا في الظلام. بينما تأقلمت عيناه لاحظ شيئا غريبا. كانت شاشة الكمبيوتر لا تزال مضاءة وتنبعث منها توهج خافت. وهناك على سطح المكتب كان هناك ملف جديد لم يكن موجودا من قبل. جلس ببطء، قلبه يدق في ضلوعه. نقر على الملف فتح ليكشف عن سلسلة من الرموز والشفرات الغامضة. حدق آدم فيهم وعقله يتسابق. ماذا تعني؟ من أرسلها؟ أمضى الساعات القليلة التالية في محاولة فك شفرة الرسالة، وتخلى عن شكوكه الأولية لحس متزايد من جنون العظمة. شعر وكأنه عالق في شبكة نسجتها يد خفية. كان في مأزق، كان يعلم ذلك جيدا، لكنه لم يستطع التوقف الآن. كان عليه أن يعرف الحقيقة. بمجرد أن ظن أنه يحرز تقدما، ومضت رسالة أخرى على الشاشة لتحل محل الملف المشفر. لقد اقتربت كثيرا. تجمد دم آدم في عروقه. شعر بقشعريرة تسري في عموده الفقري على الرغم من دفء الغرفة. كان مراقبا، لكن من قبل من؟ ولماذا؟ حدق في الرسالة، قلبه يدق في صدره. كانت الغرفة صامتة باستثناء صوت أنفاسه. كان محاصرا عالقا في لعبة لم يفهمها. احتدمت العاصفة في الخارج تعكس الاضطراب في عقل آدم. ترك بأسئلة أكثر من الإجابات. من يقف وراء كل هذا؟ ماذا يريدون منه؟ وماذا سيحدث الآن؟ نظر إلى الشاشة والكلمات تتوهج بشكل ينذر بالسوء في الظلام. كان يعلم شيئا واحدا بالتأكيد: حياته لن تعود كما كانت أبدا.